السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام متابعي قناة فن تربية الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. حلقتنا لليوم تتكلم عن الطريقة الخنفشارية لطرد الحشرات وطرد الروائح ووقاية الطيور من الأمراض. هذه الحلقة أخوة الكرام تم إعادة صياغتها من أكثر من سنة، والتلاميذ الأوفياء لهذه القناة عم يتعلموا من هذه القناة، عم يطبقوا هذه المعلومات الموجودة داخل القناة، وبتشكرون كثير عم يعيدوا إحياء ذكرى هذه القناة عن طريق مشاركة هذه الفيديوهات أو أخذ المعلومات من القناة وتقديمها على قنوات أخرى، وهذا الأمر بيسعدني وللفخر. فيديو من سنة عم يتم إحياؤه أو إعادة إحيائه بشكل كامل. طبعا اخوة الكرام لا ضرر بهذا الامر، ولكن لما بدك انت تقوم بسماع معلومة او تقديم معلومة او اخذ معلومة يجب عليك ان تاخذها كاملة دون نقصان. السبب لهذا الامر لانه اي غلط بتقوم فيه انت كمقدم محتوى او انت كصاحب صفحة فيسبوك عم تنشر عليها او كصاحب جروب واتساب عم تنشر عليه، المتلقي راح يروح باخذ نصائحك وتقديمها لطيوره وراح تكون العواقب وخيمة. فما هي الطريقة الصحيحة وطريقة التقديم الصحيحة، وماذا أفعل وماذا أقدم وما هي البدائل لهذه الأمور؟ هاي موضوع حلقتي. بتمنى من كل أخ وأخت يضل معي لنهاية الفيديو. الطريقة الخنفشارية بعام 2023 عم يقدم لكم إياها أخوكم أبو النصر بهذه الحلقة. كل شكر للأخ يحيى، كل شكر لكل ساهم بنشر هذه الفيديوهات، بالتعليقات، باللايكات، ومشاركة هذه الدروس. على بركة الله راح ابدا معكم، وفي البدايه راح نتكلم عن طرد الحشرات. طرد الحشرات طبعا بالنسبه لموضوع الحشرات، ان كان البق، ان كان الذباب، ان كان اللهم صل على سيدنا محمد المن او الذباب الصغير اللي بيكون داخل الاقفاص، هناك طريقه بسيطه جدا لطرده من داخل الاقفاص، والطريقه طبيعيه 100%. طبعا اخوة الكرام كل ما تحتاجه هو الى ليمونه تقوم على عمليه قصه. طبعا انا بحكي غرفه انتاج كامله بتقوم على عمليه قصه بهذا الشكل الى نصفين. بعد ما تقوم بعمليه قصه الى نصفين تقوم بوضع القرنفل، مثل ما انتم شايفين بذور او حبوب القرنفل نقوم بوضعها داخل الليمونه بهذا الشكل، يعني بمقدار نصف ليمونه اقوم بوضع من 7 إلى 10 بسامير داخل الليمونة بهالطريقة هاي، وأقوم بوضعها فوق القفص بهذا الشكل. بهالطريقة هاي ما راح تشوف البق، ما راح تشوف الناموس، ما راح تشوف اللهم صل على سيدنا محمد الذباب، وأكبر عدو للطائر داخل القفص وجود الحشرات، يعني البق، وخصيصا إذا كان غرفة إنتاجك فيها أي نوع من أنواع الأمراض أو أي نوع من أنواع اللهم صل على سيدنا محمد الفيروسات أو الميكروبات. ليش؟ لأن البق ممكن ينزل على أرضية القفص، وأثناء وجوده على البراز تبع الطير انتقاله إلى طائر آخر وتوقفه على المجثم أو على مشربية الماء أو على المعلفية، وبهالطريقة هاي الطير راح يجي ياكل أو يشرب وراح يتأثر وراح يصير في عندي أنا مشاكل داخل القفص. لهذا الأمر أفضل طريقة طبيعية 100% وبدون أي آثار سلبية مع وجود رائحة عطرة داخل غرفة إنتاجك، نصف ليمونة و7 أو 8 بسامير من القرنفل توضع داخل هذا الليمون وتوضع داخل الغرفة. متى يتم التبديل؟ كل أسبوع فيك تبدلها، ما بيصير يعني تحسن تخليها بهالشكل هذا لمدة أسبوع كامل. أول شغلة بتعمل على الجهاز التنفسي تبع الطير إذا في حالة رشح أو زكام. ثاني شغلة فتح المجاري التنفسية. ثاني شغلة إذا كان في عندك طائر مصاب بالربو، كذلك الأمر بتساهم على عملية العلاج. ليش؟ لأنه صح الليمون مع وجود القرنفل والتفاعل هذا بسبب لرائحة نفاثة عطرة تؤدي إلى فتح مجاري التنفسية عند الطيور بطريقة طبيعية. الله عليك يا أبو النصر وأفكارك. الطريقة الثانية أو المعلومة الثانية اللي بدي أحكي لكم إياها، المعلومة الثانية تتكلم عن رمل القطط. تمام؟ هاي الحلقة قدمتها من أكثر من سنة ونصف، وتكلمت عن رمل القطط طريقة تقديمه صحيحة للطيور، ولكن صادفني منشور أو أكثر من شخص تكلم عن هذا الموضوع والطريقة خاطئة. ليش؟ لأنه قدموا رمل القطط للطائر بهذا الشكل، يعني أنا قمت حطيته بأرضية القفص
بدي اعتبر حالي هاي القفص عندي ارضيه القفص. لحظه شوي رح تمشي اياه. طبعا هذا استعرته من عند جاري كمان. استعرته، بدي ارجع لي عنده قطط لانه عم يحطوا لطيوره لقططه طبعا، فاخذته من عنده استعاره. طيب بهذا الشكل انا فرشت، بهذا الشكل انا فرشت. لما بفرش بهذا الشكل اول شغله لازم تعلمها اخي العزيز والمعلومه الصحيحه، لما بدك تنقل اي معلومه خذها بحذافيرها وبصحتها، والله ما عندي اشكال معك، قدمها للناس. اما تاخذها بشكل خاطئ وتقدمها بشكل خاطئ فبدي اعتذر منك. طيب حطيتها بهذا الشكل لطيورها. اذا ما كان في عندي هذا الفاصل داخل القفص، اي اول معلومه لازم تاخذها، ما تخلي التقليد اعمى. إذا ما كان في عندي أنا فاصل يمنع وصول الطائر لأرضية القفص، فالطير رح يأكل من هذه الحصى وبالتالي مرض. الأمر الثاني، هذه النوعية من الرمل القطط أو رمل الكلاب أو رمل الحشرات، هذه النوعية من الرمل هناك في نوعيتين عندي. في عندي نوعيتين من هذا الرمل، إما بيكون عطرة يعني تمسك الكيس تفتحه بتشم ريحة بارفان طالعة من الكيس، وهذا يستخدموه للقطط بشكل مستمر. واما ان يكون بدون اي رائحة، وهذا اللي نحن بدنا اياه، بدون رائحة، لان متى من كان هذا الرمل عطرة راح يسبب لطارق امراض تنفسية. يعني بدل ما يكون طارد للبكتيريا، قاضي على الرطوبة، ومانع لتشكل الفاش، راح يصير في عندك قاضي على الطائر. لهذا الأمر إذا كان عطرة لا تحطه بأرضية القفص وتقدمه للطير. المعلومة الصحيحة عند أبو النصر بس عمي. طيب الأمر الآخر ما نحكي عنه، اللهم صل على سيدنا محمد. الرمل مع الوجه عندي يا أبو النصر، أنا ما عندي قدرة أن أشتري مثل هذا الكيس. طبعا هون بتركيا حقه من 60 إلى 80 ليرة تركي. ما عندي القدرة يا أبو النصر أني أشتري. شو أفضل بديل؟ أفضل بديل هو النحاتي أو رمل البناء. تمام؟ تقوم على عملية غربلته وأخذ الحصى الكبيرة ووضعها في أرضية القفص ووضعها للطائر. الأرضية القفص نضع به رمل البناء بعد غربلته من التراب والرمل الناعم. أقوم بأخذ الحصى ووضعها في أرضية القفص، وهذا أفضل بديل. البديل الثاني فينا نستخدمه رمل البحر، فين نستخدمه أيضا، ولكن هناك مشاكل. من ضمن المشاكل تبع رمل البحر أنه بيسوي رطوبة عالية. هاي ملاحظة. ثاني ملاحظة أنه الطير راح يضل يحاول لحتى يأكل منه. أمر مهم، طارق قفصك مو موجود في هاي الشبك، ما بتحط رمل، لأنه الطير إذا نزل على المكان اللي موجود فيه ممكن يسبب، أو نتيجة وجوده على هذا الرمل ممكن يأكل منه، وبهالطريقة هاي أنا بكون ضريت الطير. لهذا القدر أكتفي معكم بهذه الحلقة، وبتمنى تكون نالت إعجابكم. سلام.